وين موقع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الحرية في المفهوم الإسلامي؟ هذا سؤال مهم، لأن هذا يقودنا إلى تموضع الحرية كحق إنساني. قبل شيء شرحنا الحرية كتكليف إلهي. شوف، في الإسلام هناك حريتان. إذا نتكلم عن الحرية باعتبارها علاقة بين الناس، يعني حرية التكليف وحرية الامتثال. حرية التكليف يعني حرية الإلزام. هل في حرية تكليف في الإسلام؟ لا. كيف؟ يعني كل البشر مكلفون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. كل الناس يجب أن يعبدوا ربهم. في أحد غير مكلف؟ لا، إلا المجانين وغيرهم. منذ أن أعلن الله عز وجل الخلافة واستخلف الإنسان في الأرض وقلنا اهبطوا منها جميعا، من هذه اللحظة بدأت رحلة التكليف الإنساني. من هذه اللحظة لم يعد هناك حرية. يعني أنت إيش؟ مكلف، أنت ملزم. هنا الحرية يعني عدم الإلزام. هل أنت غير ملزم شرعا؟ لا، أنت ملزم بالإيمان، لكن أنت حر في عدم الامتثال لهذا الإلزام. في فرق بين حرية التكليف، أنت لست حر بمعنى أنت الله عز وجل ألزمك، يعني لم يترك لك خيار إلا في منطقة الإباحة فقط. تمام، خلصنا هذه المنطقة. أنت ملزم، لكن هل أنت ملزم بهذا التكليف؟ بمعنى هل يجب أن تمتثل لهذا التكليف؟ أنت حر. فالله عز وجل أمرك بالإيمان، ألزمك بالإيمان شرعا مش قانونا، يعني قانونا أنت ما يحق لك تلزم أحد، لكن على مستوى الامتثال أنت يحق لك الامتثال ويحق لك عدم الامتثال. تمام؟ كيف؟ الامتثال لابد أن تكون فيه حرية. لابد أن تكون فيه حرية، لأن لو الله عز وجل ما أعطاك حرية الامتثال للتكليف ما كان أمكنه ما كان يمكن أن يكلفك، لأنك لا يمكن أن تكلف إلا إنسان حر. يعني لو لم تكن إنسانا حرا لما كلفك الله عز وجل. لذلك أنت حر في الاستجابة للتكليف الإلهي. لذلك يعني الله عز وجل يقول يا أيها الناس، قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. شوف هذه الآية، هذه تقريبا بالنسبة لي أشمل وأعمق آية في مسألة الحرية الدينية. يقول يا أيها الناس، قل يا أيها الناس، يعني خاطب النبي عليه السلام، يا أيها الناس كلهم، مش المؤمنين والمسلمين، لا كل الناس. أيوة، قد جاءكم الحق من ربكم. لو الحق بس جاء كان الناس يجب أن تدعو له. كيف وهو الحق من ربكم؟ قد جاءكم الحق من ربكم. طيب ماذا نفعل؟ هل نحن ملزمون؟ قال فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. إذا أنت التزمت بهذا الحق هذا أنت المستفيد، الله عز وجل لن يستفيد منك شيئا. وطيب إذا ما أبي، إذا أنا رافض الفكرة هذه، ومن ضل فإنما يضل عليه، حسابك يوم القيامة في الدنيا وما أنا عليهم بوكيل. النبي عليه السلام الله عز وجل أمر أن يعلن للبشرية أنه ليس وكيلا على أحد في خيراته الدينية، يختار الذي يريد مما يكبر في عينه. النبي عليه الصلاة والسلام ليس مسؤولا عن أحد، فما بالك بغيره من البشر. وكل الأنبياء ليس لهم إلا البلاغ المبين. لا يوجد أحد من الأنبياء الله عز وجل كلفه بإجبار الناس على تغيير دينه. مسألة الحرية الدينية واضحة. أصلا الله عز وجل شرع للجهاد في أحد أسبابه دفعا للفتنة، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، والفتنة هي الإكراه على الدين. أكثر من تأذى من الإكراه على الدين، من سلب الحرية الدينية، هم المسلمون. 20 سنة وهم كانوا تحت التعذيب تحت قريش. حتى الذين هاجروا بقي ناس في مكة كانوا يعذبون على تغيير دينهم. فبالتالي إذن عندنا جهتان. الحرية من حيث هي إلزام إلهي، هذه موجودة، التكليف. يعني هل نحن متركون عبثا في الدنيا؟ لا، هناك قانون. هل يجب أن نلتزم بهذا القانون؟ يعني هل نحن ملزمون مكرهون على هذا القانون؟ أنت لك الحرية. والحرية حرية الامتثال على 3 أشكال تأخذ. يعني أولا أعطاك حرية الإرادة، جعلك إنسان بإرادة حرة، لست مسيرا، أنت مخير، تستطيع أن تؤمن وتستطيع أن تكفر. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنق، أنت الذي تتحمل مسؤوليتك، ذلك بما قدمت أيديكم أنتم. بعد ما أعطاك حرية الإرادة أعطاك حرية المعتقد، تعتقد ما تشاء، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فإذا عندنا حريتان مطلقتان في الإسلام. اللي يقول لك ما في حرية مطلقة في الإسلام، لا، في حرية مطلقة، حرية الإرادة وحرية المعتقد. هذه الله عز وجل أعطاك إياها، لأن لا يمكن أن تقوم بالمشروع الإلهي في الأرض إلا إذا كنت حرا. صح. أنت بتأخذ الناس بالإكراه على أساس يقومون بمشروع الله عز وجل اللي هو القيام بالقسط، لا يمكن. أمر معروف ونهي عن المنكر. الدين بلا حرية يؤدي إلى نفاق، والحرية بلا دين تؤدي إلى فوضى.
فبالتالي ما في فائده من انك انت تجرد الدين عن الحريه وتجرد الحريه من الدين. لابد بس مشكلتنا في التصور الفقهي للحريه انه قلصها جدا وجعلها لا شيء مقارنه بما يجب ان تكون. تبقى الحريه الثالثه وهي حريه ايش؟ السلوك. يعني انت لست ملزما بان تجعل مثلا الشيخ يلبس العمامه او شيء من هذا القبيل هذه اللي يلبسها وغيره، انت لا يحق لك ان تمنعه، او القسيس يلبس الملابس الى اخره، انت لا يحق لك ان تمنعه. حريه السلوك يعني بما لا يخل بالنظام العام، حريه السلوك مقيده. فاذا من حيث التكليف نحن ملزمون، لكن لنا الحق في ان نمتثل لهذا التكليف او لا نمتثل له. اذا امتثلنا واصبحنا مسلمين، هنا بعد ذلك ندخل في الحريه فوق التصور. اذا ما دخلنا في الحريه لنا الحق يعني غير المسلم الان له الحق في ان يبقى على غير الاسلام. له الحق القانوني مش الحق الشرعي، يعني شرعا هو ملزم بالاسلام، لكن قانونا ما يحق للسلطه ان تتدخل وتلزمه. بس انت في ايات واضحه الفكره؟ اي واضحه، بس انا بيك تربط ليها بشكل مباشر في الايات اللي تقول ان واجب على المسلمون، بمعنى انه ينهون عن المنكر. اي انا امرك بالمعروف ونهاك عن المنكر، لكن لك الحريه في الامتثال من نفس المبدا. اي لك الحريه في الامتثال. فهو يامرني بس يعني اذا انت ما تصلي اي واضح، انا امرك انك تصلي، امرك بالمعروف انك تصلي، بس ما اقدر اجبرك ودك المسجد. واضح. انا كان ودي توضحها بهذه الطريقه، انا اقصد لما قلت لي اياها انت قلت لي اياها من منظوري الهي اكثر، بغيت انزل لك بالباراشوت يعني من فوق من فوق قلت لي انت ان في حريه تكليف وفي حريه امتثال. الامر معروف والنهي عن المنكر يدخل في دائره الامتثال. بس هنا نقطه مهمه، الناس يفكرون ان الامر معروف والنهي عن المنكر سلب للحريه، يعني هم لا هو التشدد وهكذا يعني. اي بس هو سلب للفاعليه اذا انت رفضت الفكره. يعني وعلى فكره الليبراليه الاولى ما كانت تتعالى على الامر معروف والنهي عن المنكر، بالعكس كان جون ستيوارت ميل يقول خله جيد، فكره انك انت تزدري المخطئ وتنتقد المخطئ وهذا شيء جيد. لكن نحن تجاوزنا الليبراليه، انتقلنا الى ما بعد الليبراليه اذا صح التعبير. اليوم الناس لا يقبلون النقد، يعني انت مثلا اذا اردت انك تنصح احد ممنوع. هذه فكره حديثه ما كانت موجوده في السابق، فكره ما حد طلب رايك اي فكره ما حد طلب كل واحد على الله خالقه والله يحاسبه وما ادري ايش والى اخره، ودعوا الخلق للخالق، ولا هذه فكره جديده. يعني دعا الخلق للخالق هذه فكره صوفيه لكنها جاءت من اصل مسيحي. لكن هذه الان عند بعض الصوفيه يعني هذه الفكره، فكره ان الرغبه في الانكماش والحياة هي نتيجة الفكر الفرداني individualism. أيوة إن كل واحد يبقى بروحه، ما لك علاقة، خلي الناس تروح في داهية. وهذه الحين فكرة شائعة عند الناس، خليه يروح في داهية، أنت ما لك علاقة، عليك بنفسك. طيب هذا بيصلني بكرة، هذا إذا راح في داهية عياله بيروحون في داهية، عياله بيلتقون بعيالي في المدرسة بيعلمونهم الداهية هذه نفسها، وفي النهاية بتنتشر، بتصير ثقافة مجتمعية. فكرة إنك لا تتدخل في نصح الناس هذه أسوأ فكرة يمكن أن أتعلمها، لأن معناها إيش؟ أنك ادعى الباطل ينتشر. الآن الباطل حالة شاذة، بكرة الباطل يكبر يصير ثقافة، ثم يصير هو الحالة المهيمنة، تصير أنت الشاذ، أنت صاحب الصواب، أنت الشاذ. لكن الأمر بالمعروف لماذا خصص له الله عز وجل عشرات الآيات؟ لأنه هو الذي يضمن فعالية المجتمع. إذا أنت أنهيت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنت جعلت المجتمع مثل المجتمعات الأوروبية الآن، محايدة أخلاقيا، منكمشة، ترى المخطئ يخطئ خليه يطيح في داهية، ما له علاقة. هذه فكرة أنانية، فكرة الفردانية، أنا متمحور حول مصالحي الخاص، اللي يحصل عند الآخرين أنا ما يهمني. احنا شفنا فيديوهات ولا شفت فيديو أنا قبل يومين، شخصين يسرقون شخص ويمرون عليهم أشخاص ثانيين يشوفونهم وما ينتبهون لهم، وكأنه هذا نتاج للفردانية، هذا نتاج الفردانية، نتاج لهيمنة الفردانية علينا. وللأسف الآن هي تغلغلت الآن عندنا، وأصبح كل إنسان معنيا بنفسه، ولو أصلا كل إنسان أنكر الخطأ ما وجد الخطأ. بس الناس اللي تخاف منه إن مع فكرة التشدد مع الأمر المعروف والنهي عن المنكر يكون في نوع يوصلنا هذا إلى مرحلة متشددة ممكن تكون رجعية وفق المقارنة الحالية الموجودة بين الشرق والغرب. هذا كسل. بالعكس أنا أتمنى والله يجيني واحد ينصحني يقول لي أنت غلط ولا ما غلط. بالعكس أول شيء أنت تضيق علي دائرة الانحراف، لأن لما المجتمع يسكت عني يعطيني مشروعية ممارسة الخطأ. ممكن أنا أستحي شوي، يعني واحد يقول لي غلط ولا شيء إلى آخره أستحي، لكن إذا ما يعني حاصروني أنا ممكن تمرد على هذه، أتوسع بهذه الفكرة وتصبح بعد ذلك ثقافة. لكن ليش أنا أقول كسل؟ لأن أنت ما تبي ترد عليه، صح؟ هو قال لك هذا خطأ، أنت تقول لا اتركني، لا ما لك علاقة فيني، ليش؟ ما عندك قدرة أنك ترد،
ما عندك قدره انك تدافع عن رايك. انت قاعد تقيد حريتي، فالحريه انا ما قيد حريتك، انا اقول لك افعل، مرتبطه بالابداع وهكذا. انت ما قاعد تخليني ابدع، انت قاعد تقيدني في منطقه لا معينه. انا في فرق. احنا ما نتكلم عن الناحيه القانونيه، احنا نتكلم عن الناحيه الاخلاقيه. اي يعني انا ما قيدتك انت سوي، بس انا بنتقدك. ما لي حق. لذلك هنا في نقطه خطيره، ان الغرب اليوم لم يعد فيه فكر اخلاقي، في احكام اخلاقيه لكن لا يوجد فيه فكر اخلاقي. كيف؟ الغربي الان يقول لك والله هذا جيد هذا سيء، لكن لا تناقشه ليش جيد وليش سيء. خلاص انا قلت ان هذا جيد، لازم انت تسكت. مثلا انا والله اقول ان تغييري لجنسي من ذكر الى انثى بالنسبه لي جيد، انت ترى سيء، كيفك رايك، نسبيه الحقيقه، الحق نسبي ها، لكن لا تيجي تقول لي ليش جيد وليش سيء. انا ما دام هو اختار انتهت القضيه، صح؟ فبالتالي في احكام اخلاقيه. ليش انا اقول ما في فكر اخلاقي؟ لان الان يرفض تعليل الاحكام الاخلاقيه، واذا انتفى التعليل انتفت العقلنه، واذا انتفت العقلنه انتفى الفكر. يعني اليوم انت لما تقول عندي فكر اخلاقي معناته ان عندك اخلاق انت قادر تدافع عنها، لكن لما تقول خل كل واحد يسوي اللي يبي ولا تتكلم معه، لانه هو مش قادر يدافع عن نفسه، فهو عنده حكم لكن مش قادر يبرر ويدافع عن هذا الحكم، فبالتالي ما عندنا فكر. انا ما اقدر اقول لك ليش المجتمع اختار هذا الخلق. ليش؟ لان انت تقولي لا تناقشه، فاذا ما في نقاش ما في فكر. فهمت القصد؟ يعني واضح. واضح. يعني حتى النقد نوع من انواع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، تقدر تاخذ يعني خلينا نقول مو بذاته نفسه. انت لما تمنعني من نقد الخطا وتقول انا لست ملزما بتبرير الخطا او بتعليل الخطا، هذا يعني انك لا تريد ان نتناقش حول هذه الفكره. فانت راح تكمل في حكم اخلاقي بس، هذا صح هذا غلط. لكن ليش صح ليش غلط ما في. لذلك وين الخطوره هنا؟ عشان كذا نصر على ربط الحريه بالمرجعيه الاسلاميه. ان الحريه هي تكشف عن اخلاقنا ولا تصنعها.